ازيكم يا حلوين وعاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناة ماي هاوس. احنا كده الصبح نزلت الصبح، كنت عند بنوتي، كنت بجيب لي اليونيفورم بتاع المدرسة وكده، وكنا بقى الصبح ويعني من الاسكندرية اتحدث. والله جميلة الصبح يعني. مش عارف اللي بجد، اللي ما جيش اسكندرية انا بعمل اعلان عنها. اللي ما جيش اسكندرية فايته كتير، واللي ما شافهاش الصبح وبالليل برضو فايته كتير. يعني انا زيكم كده، لما بشوفها كده في الفيديو يعني انا بحبها اكتر واكتر يعني. انا هسيبكم شويه كده تتفرجوا عليها، تشوفوا جمالها كده الصبح. المهم احنا بقى ايه، اتمشينا شويه. طبعا انا صوت الدوشه والعربيات فما رضيتش، يعني انا كنت عايزه اطلعه لكم يعني. ف والله يا ريت كده كنتوا تيجوا تتمشوا فيها كده وتشوفوا جمالها. اللي هناك دوت المفروض ان هو بير مسعود، معروف قوي في اسكندريه، بس هو حاليا بيعملوا توضيبات او معرفش، هم تقريبا قفلوه. بس هم بيعملوا بيوسعوا الكورنيش بتاع البحر وبيظبطوا الدنيا. بصراحه هي يعني الطريق واسع كتير، لان حاليا بقى اسكندريه، هي اسكندريه كانت محتله. حاليا خلاص فضيت يعني، الحمد لله بقت فاضيه. انا طلعت بقى كلي نشاط كده حيويه، والصبح بقى واليوم كده طويل بقى لما تصحي الصبح وجميل جدا. طلعت بقى لسه، بص الشمس يعني اللي هو لسه بتبتدي تطلع، يعني الكلام ده كان تقريبا لسه الساعة 1 الظهر او 2. طلعت بقى على الركنة، قلت اشيل بقى الكفرات. ومش عارفة، انا دخلت على البيت كده اللي هو بقى ايه يعني، مشيت شوية فحسيت، خدت باور كده. فقعدت بقى ايه اشيل كل الحاجات دي، وقلت ايه اظبط يعني. فقلت اظبط كده الدنيا. هتشوفوا بقى الكفرات كانت متبهدله خالص، يعني كل بقى اللي بياكل حاجه يعني. مش انا لسه والله كنت يعني مظبطاها، بس انا يمكن عشان عندي اطفال طبعا، يعني شايفين البقعه في البنك ديت يعني اللي بياكل حاجه كيك بسكوت ممكن عصير اي حاجه بتدلق. انا كمان مش عايزه اوريكم بقيه المنظر. لو شفتوا بقيه المنظر، ولادي يعني الالعاب في كل حته، شنط، كتب، كل حاجه مترميه في قلب الاوضه. هم اعتمدوا على يعني ان انا بشيل كل حاجه وراهم يعني. حتى يعني سوري الشوزات كنت بشيلها لهم، بس مؤخرا يعني علمتهم كل واحد يشيل يعني اعزكم الله يعني الشوز بتاعته. احنا لما نزلنا نشوف الهدوم يعني بتاعت المدارس وكده، الدنيا غليت قوي يعني مش عارفة. وجبنا يعني شوية اكل كده وحاجات، مش عارفة احنا رايحين على فين. وده يعني في كل البلاد، ولا ده عندنا بس، ولا ايه؟ مش عارفة. انا مش عارفة احنا رايحين على فين. احنا الاسعار عندنا بقت غالية جدا جدا جدا. البطاطس ب25، والطماطم ب25. وكانت والله من 3 ايام كانت ب30 جنيه عندنا. فمش عارفة احنا يعني، حتى الخضار عندنا عشان تجيبي حاجة انتي عايزالك 200 جنيه بس خضار، ومش بتجيبي كميات. يعني الاول كان واحد بينزل يجيب مثلا 2 بطاطس 2 طماطم، لا انتي دلوقتي بتجيبي يعني على قدك. فمش عارفة احنا رايحين على فين يعني. انا مش هقول غير يعني غير ربنا يكون في عون كل واحد فاتح بيت و... وقادر يصرف على ولاده. والله بجد وحياة ربنا، اكيد محدش فينا لجأ ان هو يفتح قناة او يعمل حاجة الا يعني. هي مش عارفة اقولها لكم ازاي، بس على فكرة الدنيا غليت جدا. محدش بيعمل حاجة هو كده فراغ. فربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقكم من وسع، وما يكسرش اب يعني قدام ولاده ابدا. يا رب ارزق كل البيوت، ووسع عليهم وارزقهم. انا ببقى ماشيه في الشارع بدعي لكل الناس، اللي اعرفه واللي ما اعرفوش. مش يعني بقول له انا بدعي لك، لا انا بدعي في سري. يعني لما بشوف بس حد ماشي كده يعني تعبان، الناس بتبقى عرقانه من كتر الحر، الجو بقى صعب يعني. حتى الجو نفسه سبحان الله من عند ربنا صعب يعني. ما حدش عامل حاجه في الجو، هو الجو كده لوحده. فالجو بقى صعب، مش عارفين الاقيه من الجو ولا من الاسعار ولا من الغلو،
ولا من ايه ولا من ايه مش عارفه. فنعمل ايه بقى؟ نطلع طاقتنا في البيت. هو ده بالظبط كده. فما تنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب، واتمنى من كل اللي يشوفني يعملي سبسكرايب واللايك. اللايك بيعلي يعني نسبة النقر شوية كمان بتزيد وبتتشاف. فأرجوكم اللايك والسبسكرايب. أنا هنا بقى إيه، قعدت ألوك كتير وعمالة بقى أشيل في الكفرات والحاجة. طبعا أنا جيت بقى كان معايا أكياس، ولقينا بقى بتوع السمك واقفين الصبح. احنا جبنا السردين. مش عارفه بقى اخواتنا اللي مش مصريين عارفين السردين ولا لا، عامه هتشوفوه معايا وما تجروش الفيديو، هعمله بطريقه حلوه قوي، حلوه بجد والله، طريقته هتبقى جميله. عايزه اقول لكم السردين ده، يعني انا اول مره اجيب سردين في بطارخ من جوه، وهوريكم بقى البطارخ بتاعته كده وشكله كيوت وجميل قوي. انا ما سبتش حته فيها غير لما عماله اشيلها. قلت اظبطها بقى. ويلا بقى اللي لسه ما ظبطتش كده الدنيا قبل المدرسه، ظبطي بقى الدنيا كده. والله انا كنت مظبطه الدنيا بس معرفش ايه اللي حصل، ايه اللي جرى مش عارفه. يعني الدنيا بتتبهدل كده بسرعه، والحر والتراب بيخلي الدنيا تترب. وهنا انا بشيل القماشه دي، انا قطعاها من يعني لما جيت اعمل الركنه القماش ده كان زياده، فخليت الراجل يعني عملهولي كده سرفلهولي. بصوا هي من بعيد تبان ان هي نظيفه، بس لا من قريب الكاميرا ما كانتش مبيناها، فبقربها لكم واوريها لكم يعني. إيه، بصراحه الراجل اللي عملها لي يعني الله يصلح له حاله يا رب. إيه، كان عاملها لي كل حاجه فيها بسوسته، على اساس ان انا يعني إيه لما تبقى مش نظيفه مني او حاجه إيه اشيلها اغسلها. انا عندي ليها كمان كسوه تانية مش اللون الجري ده. دي بقى اللي انا بحطها دي محدش يضحك عليها. دي كانت طرحه كده كبيره من بتاعه زمان، بس هي قطن وكبيره، ف يعني مش رميتها او حاجه، فقلت ايه احطها كده على الكنبه تحمي الكنبه شويه عشان ما اضطرش ان انا اشيل الكسوه الاساسيه بتاعتها. والعفريت اللي هناك ده انا لابسه الترنج الاسود ده، انا عفريت ده. ماشي، انا عامله كوبايه شاي بشربها كده وبرجع اكمل تاني. هاخد بقى كل الكفرات والحاجات دي بالمره كده واحطها في الغساله. هشغل بقى عليها الغساله وهظبطها كده. مفيش، هي بتنشف بسرعه يعني، الحاجه والله بتنشف بسرعه، بس هو الكسل يعني. ممكن كنت خدتهم ورميتهم في السبت هيطلعوا مكسرين. فانا بضطر. بصوا الزعبوط اللي انا لابساه ده، هو العفريت ده انا. المهم حطينا الوصل لحد العفريت يقولي. حطيت الكفرات علشان ما تتكسرش، على فكره بتتكسر والله بجد، يعني بقول لكم بجد نصيحه بتتكسر. المهم حطيتهم وهشغل بقى الغساله وهندخل فين على السردين. طبعا انا ايه كنت المفروض اوريهولكم وهو لسه كده براسه بقى وقبل ما انضفه، بس انا نضفته. بصوا البطروخ، هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه، جميل. انا ولادي بقوا عمالين، هو مش بياكلوه اصلا ولا بيحبوه، بس من كتر البطروخ بقى وجماله واقول لهم كده بقوا عمالين ياكلوا عادي يعني. بصوا جميله اصلا طازه ولسه طالع، ولونه تحسوه مدي على اخضر كله على فكره. يعني انا دي بس اللي كانت على الوش وانا شايفاها فبوريها لكم. وعلى فكره انا مش بعمله بالقشره بتاعته اللي هي عارفين القشور اللي من بره دي،
لا مش بعمله بيها، انا بحكه بالسكينه وبشيل الرز. وهنا بقى دي الخلطه اللي انا هعملها. الخلطه دي لو جربتيها هتدعي لي دعاء، والله العظيم بجد. المفروض كنت اجيب كرفس، انا ما لقيتش، فكنت جايبه خضره محشي. وطبعا خضره محشي الله المستعان، يعني الراجل بيديني رابطه عامله زي العود كده ب5 جنيه. المهم انا اخدت دي، هي دي بعد ما غسلتها بقت هي دي اللي انتوا شايفينها دي. حطيتها في الكزبره. على فكره هو بتنفع ببقدونس بكرفس اي حاجه. توم وفلفل وليمون متقشر مش بقشره. تمام. والليمون اللي بقشره ده هقول لكم عليه في الاخر هيبقى عامل ازاي، ده هعمله بحاجه وده هعمله بحاجه. هحط بقى حبه توم كده محترمين، وكتري ما تستخسريش، ماشي. حطي كله. انا دلوقتي يعني هقطع الكاميرا علشان هشيل بس العود بتاع الفلفل، وهحط التوم زي ما هو كده في الكب. دول انا سايباهم بقول لكم لا. والفلفل ده بس هشيل الايد بتاعته دي. وحبه التوم دول انا سايباهم هحطهم من فوق الوش. تمام. ركزي بقى معايا، ولسه هحط فلفل. الفلفل ده اللي هو الكوبي اللي انا كنت مخزناه وقايله لكم عليه كذا مره. بصوا التلج باين فيه، انا مش بخليه صفي ولا اي حاجه. انا بحطه كده. انا كنت حاطه كمان يعني قبل ده يعني نسيت فقلت اوريه لكم يعني. هشغل بقى الكب عليه وهتبقى احلى خلطه. وطبعا بقى هتحطي الملح والحاجات دي كلها. من هنا فتحت تاني ليه؟ نسيت ايه؟ نسيت الملح. قلت احط الملح بالمره بيسهل الضرب في الكبه. الكبه دي مصلحاها مرتين والله، بسبب ان انا بحط الحاجه بحط الحاجه فيها كده زي ما هي، مش بقطعها الا لو طماطم يعني عشان اشيل الورده بتاعتها. ما تنسونيش في اللايك. لايك. كملوا الفيديو للاخر ها. بصوا بقى التتبيله، يا خبر على جمالها. هي لونها اصلا يعني انا كنت بدوقها كده لوحدها. بصوا بقى السردين. لا، مش بنحط كده في الصينيه كده ونرمي وخلاص، لا لازم كده. يعني اهم من الشغل تظبيط الشغل. نظبطي الدنيا كده وخلي الشكل حلو. شايفين اصلا البطارخ طالعه من البطن بتاعت السردين، وانا اصلا شايله كل العروق منه والراس ومخليه روعه. هو اصلا يتاكل ني. خلصت بقى كل الكميه اللي كانت في الكبه دي وفردتها وحطيتها. ويامي يامي بجد. تحفه تحفه تحفه، هو يتاكل ني فعلا. انا بغطي كله عشان ما فيش واحده تبقى مش عليها الخلطه، يعني انا بغطي كله. وده بقى التوم اللي انا كنت سايباه هو والفلفل والليمون اللي بقشره. حد هيقول لي انتي بتحطي الليمون اللي بقشره كده؟ لا، هو كده كده لما هيستوي ما تاكلوهوش، بس هو بينزل المزازه بتاعته. انما التوم والفلفل ده لا عادي خالص بيستوي، ما بيبقاش فيه ريحه زيه زي اي توم اتحط في الاكل يعني. شايفين جماله؟ شفتوا حلاوته وجماله؟ والله تحفه. الناس اللي بتبقى واقفه يعني بيبقى عندهم شويه سردين، ودي بقى البسارية. طبعا هو كان واقف معاه سردين وبسارية. بسارية للناس اللي متعرفوش هو نفس نوع السردين، بس حاجه كده ميني. هنا بقى ده دقيق انا حطاه في الكيسه. طبعا بصراحه علشان ما زفرش الاطباق فانا جبت كيس كده كبير. مش اللي هو بتاع كيلو لبن، لا كيس كبير يعني كبير الحجم شويه. حطيت فيه دقيق. وده بقى نشا. اهم حاجه النشا.
واهم حاجه كوبايه النسكافيه اللي انا حطاها دي. يعني انا طالما يعني بقف كده في المطبخ لازم اعمل حاجه تخليني ابدع، فهي كوبايه النسكافيه دي بتخليني اجود. انا حطيت نشا. طبعا انتي حطي الكميه بقى اللي انتي بتبقي واخده عليها على حسب نوع النشا. فانا حطيت دول وغطيت العلبه وهحط ملح، وتقريبا حطيت ايه، كمون، او تقريبا ملح وكمون. اه، ملح وكمون. وهرجها بقى كده، وهحط بقى كميه السردين اللي انا غسلاه ومسيباه يصفي في المصفى، هحطها في قلب الكيسه دي وافضل ارج ارج ارج، وابقى اخد بقى حبه حبه واقلي في الزيت. دي ما صورتهاش معاكم يعني، بس هو عامه طريقته سهله، هو زي ما انا عملت كده. بوريكم بقى كوبايه النسكافيه. اتفضلوا معايا. هحط بقى السردين وهقليه. ولو جربتيه الف هنا على قلبك. والله كان طعمه روعه. تسلم ايديا. وهنا بقى ايه يعني، انا ما صورتش قوي، بس كان يعني شكلا وموضوعا. وبصي البسارية طالعه هناك عامله زي الشيبسي. بصي بقى انتي تاخدي كده كده، وتشيلي بس السلسله اللي هي بتبقى في النص. بصوا بقى دي شرايح الثوم مع شرايح الليمون. يا خبر على جماله. تسلم ايديا، تسلم ايديا. ما تنسونيش في اللايك، واللي ما شافنيش يعملي سبسكرايب. نعم، جميل جميل.